هذا الشيء. شكرا حبيبتي. شكرا حبيبتي سبيحة لمشاركتك. يعني استاذ محسن اليوم اني اتفاجئ من يخابرونا كثير من المتصلين والمواطن أكيد. العراقي يعني عديده منظمات المجتمع المدني، مواقع التواصل الاجتماعي، هناك ندوات كبيره، تويتر، هناك تواصل كبير، هناك قنوات مرئيه وسمعيه، اذاعات. هذا دور الاعلام ودور المواطن، كذلك دور رجال الدين لهم دور كبير. ان نجعل من هذه المنابر الدينيه الموجوده نجعلها هي فكر محتدل للمواطن العراقي، وأن يكون المواطن العراقي يقف صفا واحدا مع رجل الأمن ورجل الشرطة حتى نستطيع. نعم جوابك يقودني لموضوع آخر. يعني أنا ما أريد أنسى دور المرجعية كان بهذا الموضوع. شيوخ العشائر في كل محافظاتنا الله يحييهم من برنامج السابع اللي كان لهم دور محافظة على يعني محافظاتهم وأيضا استقبال النازحين. يعني هنا كانت يعني هذه رغم هي نكبة لكن برزت أنه العراقي الشريف الغيور باستقبال العوائل ماكو محافظة ما خلت من النازحين. راهن الكثير وراهنت القنوات الإعلامية على أن المحافظات الغربية عندما تذهب إلى البصرة وتذهب إلى كربلاء وتذهب سيعانون وسيقتلون، لكن كيف لاحظت المحافظات وكربلاء والحسينيات فتحت المواكب الحسينية حتى المدارس وفتحت المدارس، وهم حسوا هم بين أهلهم. والله بين أهلهم كل النازحين الذين نزحوا من الموصل والرمادي والفلوجة التي كانت بها عمليات كبيرة، نزحوا إلى المناطق الجنوبية، لم يحسوا بفرق بين محافظاتهم. ولحد الآن أكو من العوائل لا تريد الرجوع إلى محافظاتها. أكو الطرفة أيضا بعض يعني العوائل النازحة ناسبت يعني صارت فاتني أن أذكر هناك عوائل كثيرة تم الزواج وتم الاتصال بين يعني هذا هي هاي العراقية. هذه هي الوحدة العراقية الذي راهنوا عليها من أتونا خلف الحدود، من أرادوا أن يفرقونا، من أرادوا عبر قنواتهم الإعلامية، من خلال أموالهم التي الطائلة التي أن أرادوا أن يفرقوا المواطن العراقي عن أخيه. لكن لم استطع، وكان هو تغنينا بالوحدة العراقية وتغنينا بالهوية العراقية واستطعنا أن ننتصر لأننا توحدنا. نعم يجب علينا اليوم مثل ما توحدنا على وكسرنا شوكة داعش والإرهاب، يجب أن نتوحد من جديد ونضع طريق واحد لعراقنا، وحتى نخرج بحصيلة نهائية لكل العراقيين أن اليوم العراق هو خيمتنا. العراق هو خيمة واحدة يحمينا جميعا. إذا تمزقت هذه الخيمة سيتمزق عراقنا لا سمح الله. يعني اليوم أيضا كيف يكون للمثقف دور بتوعية شريحة مهمة في المجتمع العراقي من خلال إصدارات الكتب، من خلال تواجده في